ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبافضل صحه وباتم الاحوال. يلا بينا في بدايه الفيديو عشان كلنا ما ننساش نصلي كلنا على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني وعايزه ارحب بكل الناس الجديده الجميله اللي دخلت قناتي. يا رب تكونوا بتشوفوا الفيديو ده علشان يعني انتوا سبب في ان انتوا بتكبروا لي قناتي. ربنا يخليكم ليا وتفضلوا دايما مزوديني ومكبريني. وبشكر حبايب قلبي ومتابعيني اللي كل يوم بيسالوا عليا وبيكتبوا لي كومنتات حلوه وبيدعموني واقفين جنبي كأن انتوا حد من اهلي بجد والله العظيم. ربنا يخليكم ليا يا رب وتفضلوا دايما واقفين جنبي وفي ظهري. وبشكر كل الناس الجميله برضو اللي بتحطي لي لايك على الفيديو. سبحان الله عدد اللايكات هو محدد، يعني كل فيديو بنزله عدد يعني هم الناس اللي بتحط لي لايكات. شكرا جدا ليكم من كل قلبي ان انتوا ما بتيأسوش وعلى طول واقفين جنبي واقفين معايا. ربنا يخليكم ليا يا رب وتفضلوا دايما منورين ان شاء الله. بناء على طلبكم عايزين روتين على طول يا نسمه، روتينات وكده، فحابين الروتينات. انا حابه ان انا انوع لكم الحقيقه، لان في ناس كتير قوي ليها في الروتينات وفي ناس ملهاش. فالمهم ان انا هنوع باذن الله على قد ما اقدر في القناه. يعني انا عملت فيديوهات كتير متنوعه، كل حاجه بقى، اللي عايزه لفه الطرحه واللي عايزه الفلوج واللي عايزه الاكل واللي عايزه التنظيف واللي عايزه كل الحاجات دي. اتمنى يا رب اكون رضيت كل الاطراف وكل الاذواق. بس فيديو النهارده بقى هيكون روتين ان شاء الله باذن الله، يكون روتين محفز كده ومشجع ليكم، وتقومي تتنشطي كده. واحط الفيديو اسمه ايه ده، حطي الموبايل بتاعك كده في المطبخ، اعملي له مكان كده وتتفرجي على قناه نسمه في المطبخ تتفرجي كده على قناتي، تفتحي القناه وتتفرجي عليها وانت شغاله بقى في المطبخ وانت بتغسلي مواعين وانت بتطبخي. انا بصراحه بعمل كده، بفتح القنوات اللي هي انا متابعاها وبيعجبوني كتير جدا ما شاء الله، فبقعد بقى اتفرج فيديو ورا التاني، ما بحسش بقى بوقت ولا بحس بملل وانا واقفه في المطبخ ولا اي حاجه. تمام، فان شاء الله باذن الله اكون انا واحده من القنوات اللي بتعجبكم وانتوا بتحبوها. يلا نقول بقى بسم الله ونبدا مع بعض روتين النهارده. قبل ما نبدا الفيديو، لو انت حابه تدعميني وتحطي لي لايك على الفيديو اكون شاكره جدا ليكي، وتكون دي مساعده منك ليا، وربنا يوفقني ان شاء الله بيكم واوصل لحلمي، حلم ال 100,000 مشترك. يعني هانت اهو، فاضل ان شاء الله خير. يلا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. سمي بقى كده بسم الله وخشي يلا، استعيذي كده من الشيطان وصلي على النبي وادخلي يلا شوفي ايه الحاجات اللي وراكي واللي انت عايزه تعمليها بسرعه، واكتبوا لي في الكومنتات هل الفيديو ده مشجع ومحمس ليكوا ولا لا. طبعا في اختلاف كبير جدا في صوتي في الفيديو اللي هو في المقدمه ودلوقتي في المونتاج. ليه بقى؟ لان الحمد لله يعني انا تعبانه شويه بعد ما صورت الفيديو. يعني انا اليوم ده قبلها بقى بيوم كنت بصور، والحمد لله تاني يوم بقى لقيت نفسي ايه تعبت شوية وكده ومعرفش ليه والله، بس الحمد لله احسن وبتحسن يعني. زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا احنا المفروض ده يوم اجازة، فكنت نشر غسيل يوم الخميس بالليل، نشرت الغسيل وشيلته يوم الجمعة، ونشرت طبعا الغسيل التاني لان انا بغسل هدوم المدرسة يوم الجمعة او الخميس على حسب ايه الوقت المتاح عندي. وطبعا بصوا الاسبوع كله ممكن اغسل فيه مرة، يوم الخميس والجمعة بقى ممكن اغسل 3 مرات 4 مرات على حسب كمية الغسيل اللي موجودة. وكمان هدوم الشتاء بتاخد مساحة كبيرة جدا من ثبت الغسيل، بتاخد مساحة من الغسالة، بتاخد مساحة من المنشر كده يعني. فهنا حطيت برضو حطيت غسيل. كنت فرجكم على المسحوق ده لسه جايباه جديد بصراحة، اجربه اسمه بونكس اللي هو نظافة ريحة توفير، عارفينه ده. المهم ان انا جبته حلو جدا، ريحته جميلة وعجبني جدا جدا في النظافة بتاعته، يعني ما شاء الله حلو جدا. تمام، خلصت حطيت الحطة بتاعة الغسيل بتاعتي وكده ايه كله تمام. بشوف بقى المنظفات بتاعتي ايه اللي موجود وايه اللي خلص. البتاع ده كنت جايباه كان حلو قوي، ده مقشر او منظف للوجه يعني للوش، فلقيته اكسبايرد يعني مدة الصلاحية انتهت وباظ، ففضيته ورميته. رميته يعني في الباسكت، بس قبل ما ارميه فضيته عشان ما حدش يلاقيه يعني يستخدمه ولا حاجة، حرام. تمام، خلصت خلاص الغسيل. دي اول حاجه بفكر فيها اول ما افتح عينيا ان انا اشوف الغسيل ايه، لان اغلب الهدوم بنحتاجها خلال الاسبوع. يعني ايه، الهدوم دي بتبقى متكرره، لا هدوم شغل، هدوم مدرسه، هدوم معرفش ايه كده. فدي اول حاجه انا بعملها ولازم تخلص على طول. دخلت بقى على المطبخ، قلت ارص الغساله. كان عندي برضو شويه طباق كده في الحوض، يعني حطيتهم، كنت انا حطاهم في الحوض قبلها لان دي كانت مواعين الغدا. حطيتهم في الحوض، وتاني يوم الصبح طبعا انا يوم الخميس ده ما بقدرش اعمل اي حاجه. اقصى حاجه ممكن اعملها ان انا اعمل اغسل الهدوم بس اشغل الغساله. ليه بقى؟ لان هو بقى اخر يوم في الاسبوع وتعب الاسبوع كله بقى بيتجمع في اليوم ده.
فيوم الخميس ده انا بالنسبه لي باجي من الشغل انام شويه اصحى اعمل الغدا وايه وكده اليوم بالنسبه لي خلص واقعد بقى كده مريحه. يوم الجمعه بقى بتبتدي المعمعه زي ما انتم شايفين كده تمام. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين عملت ايه، حطيت المواعين رصيتها في الغساله زي ما انتم شفتوا كده، وكنت بفضي برضو البواقي بتاعه الاكل زي ما انا ما قلت لكم قبل كده، برضو بفضي بواقي الاكل في الباسكت قبل ما احطها في الغساله، لكن ما بشطفش اطباق ولا كوبايات ولا اي حاجه. عندي الحله دي كنت سالقه برضو فراخ وكده وكان في شوربه، بقى شويه شوربه حطيتهم في كيس وهشيلهم في الفريزر، ورحت مدخله الحله برضو الغساله بالمره. ما بشغلش الغساله مره واحده، يعني ايه، بجمع كل الحاجات اللي عندي، مواعين طباق معالق شوك سكاكين اي حاجه بروح مجمعاها، يعني الملم كله واروح حطها ايه في الغساله تتغسل مره واحده. برضو حتى الطبق بتاع اللب ده فضيت منه القشر او اللب اللي كان متبقي قبلها يعني يوم الخميس، ورحت ايه حطاه برضو بالمره كده في الغساله. الناس اللي سالتني الغساله عمليه في ايه او بتغسل ايه، بتغسل كل حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم، ما عدا الالومنيوم. بتغسل بلاستيك، بتغسل ازاز، بتغسل بايركس، كوبايات ستانلس، تيفال، سيراميك، جرانيت، كل الانواع ما عدا الالومنيوم. الالومنيوم جربته، انا جربته لان انا بغسل على درجه حراره 55 لونه بيغمق، بس بصراحه لما بطلعه بدعكه بستيلكه بحاجه بسيطه قوي بيبقى بيلمع. يعني انت لو عايزه تدعكي الالومنيوم بتاعك تخليه كده بيلمع، هتدخليه شويه الغساله، وبعد ما تطلعيه هتدعكيه على ايدك. مش حابه كده خلاص تدعكيه على طول على على الحوض، مفيش مشكله. انا اصلا ما عنديش حاجات الومنيوم كتير، يعني كل اللي عندي الومنيوم ايه، مثلا طاسه الزيت، ايه تاني، اللهم صل على النبي، الكنكه الكنكه اللي بعمل فيها المشروبات السخنه. بصوا الصينيه اللي هناك دي اللي على الرخام دي صينيه ماما، كانت كنت انا في البلد وكانت عامله لي فيها صينيه رز معمر، ربنا يديها الصحه يا رب، وايه ورجعتني بيها يعني. هنا انا كنت حاطه المصفى دي بتاعه المواعين على الحوض بس من غير الصفايه بتاعتها، فما عجبتنيش بصراحه من غير الصفايه، قلت بقى خلاص الصفايه هجيبها احطها، بس اغسلها طبعا غسله كويسه كده والمسح مكانها من تحت. الناس اللي سالتني على الورق بتاع الرخامه اللي على الحوض، بصوا يا جماعة عشان الحوض فيه مية، هو مش هيبقى عملي بنسبة 100% زي بتاع الرخامة التانية بتاعة المطبخ تمام. يعني باين يعني قدامكم اعتقد، يعني المية يعني حاجة بتتلزق ومية، يعني ما بيبقاش فيها اتفاق بنسبة 100%. يعني ممكن ده يقعد شهر بالكبير او يقعد شهر وتلاقيه بدأ يتقطع وهيتشال. بس انا بالنسبه لي ده تغيير وانا بحب التغيير، ان شاء الله حتى لو كل شهر هعمله ما عنديش مشكله، شويه كده وشويه كده، شويه اشيله وشويه اسيبه او احطه كده يعني. تمام كده انا خلصت اللي كان في الحوض بقى زي ما انتوا شفتوا كده، كانت المصفى دي فغسلتها ورحت حطها، والحاجات اللي كانت في المصفى برضو شطفتها بالمره، مع ان هي كانت نظيفه، بس قلت خلاص طالما انا واقفه على الحوض المع وايه واغسل يعني. وكمان اللي هي بتاعه الليفه بتاعه المواعين اللي انا حطاها دي برضو غسلتها. انا بعتذر جدا لو صوتي واطي يا جماعه في الفيديو، بس والله بحاول اعلي صوتي على قد ما اقدر. عندي بقى الازاز بتاعه الميه اهي. بصوا عايزه اقول لكم انا بعمل حركه حلوه قوي، انا عندي ازاز الميه اغلبها الازاز لان انا ما بحبش البلاستيك في الميه، ولو هستخدم ازاز ميه بلاستيك بتبقى مره مرتين وارميها المره الثالثه تمام، الا اذا كان البلاستيك صحي من تبر وير او نوع بلاستيك مش مكتوب عليه اللي هو كلمه بي اي تي. بي اي تي ده اوعي تستخدميه، اوعي تجيبيه، اوعي في اي حال من الاحوال تجيبيه. ليه بقى؟ لان هو اصلا مخصص للاستخدام مره واحده فقط، يعني مش صحي يعني تحط فيه حاجه، وكمان ما تحطيش فيه الحاجه السخنه يعني حاجه بارده بس. فانا بريح دماغي وبجيب الازاز، بصراحه الازايز الازاز راحه. في الاول كنت كل يوم بغسلها بالليفه ومش عارفه وكده، وكل ببقى نفسي اعقمهم كده انضفهم. بصراحه اول لما جبت الغساله جربت ازازه واحده، قلت برضه انا مش ضامنه يعني لحسن تفرقع ولا حاجه من السخونه او كده من التعقيم. فاللهم صل على النبي لما حطيتها طلعت ما شاء الله بتلمع وجميلة ونظيفة وناشفة جدا ومتعقمة، يعني تشربي بقى حاجة مطمنة لها بقى. فبعد كده بقيت بقى ايه ارصهم اتنين مثلا مع بعض، تلاتة مع بعض على حسب ايه اللي تكون فاضية او اللي تكون ايه عايزة تتغسل. فدي فكرة برضو لو انت عندك غسالة وعايزة تعملي الحركة دي في الازاز تمام، ولو في البلاستيك برضو بلاستيك صحي برضو تمام، هتعقمهم لك وتنضفهم لك. طبعا خلصت الحوض وظبطته، رحت لفه على البوتاجاز، كان عندي بواقي اكل الحمد لله اليوم ده، كنت قبلها بيوم عامله قلقاس ورز وفراخ، الاكله اللي انا كنت عاملها معاكم في فيديوهين فاتوا جه ميعادها ويومها اهو. فالحمد لله انا في اليوم ده ما كنتش شايله هم ايه ان انا اعمل اللهم صل على النبي ان انا اعمل اكل يعني تمام. كان عندي بقى الطاسه بتاعه الزيت دي كنت محمره فيها الفراخ قبلها بيوم، فكانت عايزه تتغسل بالسلك علشان انا هعمل فيها حاجه دلوقتي.
فجبت بقى، انا بحب قوي قوي المع الالومنيوم بالسلكه الناعمه دي، اللي هي الليفه الناعمه او السلك الناعم. بصوا هيبقى شكلها عامل ازاي ما شاء الله اهو. ما حطيتهاش في الغساله زي ما قلت لكم، الالومنيوم افضل ان انا اغسله على ايدي. تمام كده اهو زي الفل. كده بقت كل حاجه تمام. هحط بس الطاسه دي تنشف شويه من الميه. ودي يا جماعه مجموعه توابل انا جبتها من واحد عطار، معرفش اسمها ايه والله العظيم، بس بصوا فيها ورق لورا وفيها حاجه شبه الورد كده المجفف، فيها اسمه ملح صيني، فيها كزبره وكمون وفلفل اسود حصى، وكل الحاجات دي جبتها حصى. وقال لي عايزاها ناعمه ولا حصى؟ قلت له لا، هاتها لي حصى وانا ايه هطحنها في البيت بمعرفتي. وكان حاطط كمان شطه. بصي مجموعه توابل كده يعني فيها حاجات كتير قوي انا معرفهاش. فحطيتها كده في الطاسه، اديتها تشميعه بس اطلع الرطوبه منها علشان انا ناويه احمصها يعني. اهو البهارات دي تقدري تستخدميها في حاجات كتير، اكلات كتير جدا جدا يعني، كل حاجه. بس ما عدا الشوربه لان هي لونها بيبقى غامق شويه. انا هوريكم دلوقتي وانا بطحنها ولونها عامل ازاي. طبعا بعد ما حمصتها لمده دقيقتين بالظبط على النار، طلعت الرطوبه بس منها. خلي بالك علشان اي تحميص لاي توابل بيخليها لو اتحرقت منك هتمرر يعني هتبوظ وحرام. هنا طلعت الكبه اول ما اطحنها علشان اطحن فيها. بصوا اهو. طبعا كنت بطحن بقى ايه كويس جدا عشان تنعم معايا. بحب اول البهارات او التوابل تبقى ناعمه جدا. بحب الفلفل الاسود الناعم قوي يعني. بصوا اهي، بصوا لونها وشكلها عمل ازاي. بقيت اخد كميه كميه كده على قد الكبه بتاعتي، على قد ما هتاخد اهو بالمعلقه. طبعا بعد ما بردت شويه علشان تنشف الحاجه، لما بتكون سخنه بتبقى طريه برضو. لما تبرد شويه بتلاقيها نشفت معاكي وتمشي معاكي في الكبه حلوه قوي. تمام كده بقى انا خلصت ايه الدور التاني. هعمل كمان دور او دورين. بصوا بوريكم شكلها وريحتها تجنن تجنن ما شاء الله يعني. صدقوني معرفش اسمها ايه، ولو صادف ان انا رحت ناحية العطار ده تاني هبقى اسأله قول لي البهارات دي اسمها ايه وده اسمها ايه علشان اقول لكم عليها ان شاء الله بإذن الله. خلصت بالخلاط بتاعي كده امسحه والمعه واشيله في مكانه علشان احافظ على ايه على حاجتي. عندي بقى العلبة دي بتاعت البهارات، فقلت املاها يعني. حطيت فيها شوية اهم. وهشيل الباقي في علبة محكمة الغلق وفي مكان فوق او بعيد عشان ما يكرفش من اي حاجة. كده المطبخ بتاعي يعتبر تمام. اوريكم اهو كده خلصت كل حاجة، ما عنديش بس غير الطاسة دي هغسلها. اقول لكم في الوقت ده الغساله فاضلها 18 دقيقه وتخلص كل حاجه. وكمان ظبطت مطبخي، طلعت بقى على الريسبشن بره. بقالي كتير جدا ما غسلتش الكوشنز او الاكياس المخدات او الخداديات الصغيره دي. فقلت بقى فرصه كده ايه وانتوا معايا ومشجعيني وانتوا كمان تتشجعوا بيا واتشجع بيكم. رحت ايه شايله الاكياس وكمان الكساوي كلها بتاعت الايد وبتاعت المقعده وبتاعت كله بقى قلت اغسله غسله حلوه كده. اشغل عليه مثلا دورة غسيل. عشان كده بقول لكم انا بغسل ممكن يوم الجمعة ده اغسل 3 او 4 مرات في اليوم على حسب ايه ما يعني ربنا يأذن يعني. تمام. هنا برضو بصوا زي ما انتم شايفين كل حاجة الكساوي وال اسمها ايه ال البياضات. ايوه البياضات بتاعت الانتريه. معلش بقى انا ممكن بكون ايه برخم عليكم شويه في المونتاج يعني وانا بدبلج بصوتي بس. والله الحاجات بتبقى في دماغي وفجأة بتطير من دماغي الكلام بيطير. تمام كده خلاص الحمد لله خدتهم اهو وحطيتهم في الطبق واروح اغسلهم احطهم يعني اشغل عليهم دورة غسيل. وزي ما انتوا شفتوا بقى في اول الفيديو انا لميت هدوم من على الحبل ونشرت هدوم. قعدت بقى في ريسبشن كده اطبقهم اهو طبقتهم وخلصت تمام. ادخلهم بقى الاوض جوه. فاضل عندي بس ان انا اكنس كنسه حلوه كده المكان الفتافيت والكلام ده. بصوا سبحان الله، ولا يعني ما ينفعش تقول الحاجه ان انا هعملها بكره الا ان يشاء الله. مع ان انا بقدم المشيئة في كل حاجة والله. في اليوم ده انا قلت ايه خلاص انا هكنس ان هو الجمعة. انا هكنس بس من على الوش لان انا مش قادرة اعمل حاجة تاني. وباذن الله بكرة يوم السبت ابقى امسك الشقة اشيلها وانضف بقى تنظيفة حلوة وامسح بقى وايه وكده يعني واعمل بقى البلكونة انا كنست البلكونة وكنست الشقة كلها بالمكنسة زي ما انتم شايفين. بس بقى كنت عايزة امسح بقى عشان اقعد طول الاسبوع ايه رايقة كده وهادية وتمام. بس سبحان الله انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. ما ربنا يعني ما اذليش تعبت بقى يوم السبت ده دخل بقى عليا الدور ده تعبت. فايه يعني قلت الحمد لله ان انا حتى روقت البيت. و والحمد لله رب العالمين على كل شيء، كل حاجة بميعاد وكل حاجة فعلا لها وقتها وربنا سبحانه وتعالى بيبقى مرتبها يعني. تمام. هنا كويس بصوا ان انا عملت الحاجات دي، لمعت برضو السفرة ولمعت الترابيزات ولمعت الجزامة ومكانها. كل الحاجات دي انا عملتها الحمد لله يوم الجمعة.
ممكن اكون تعبت ليه، لان انا ممكن اكون خففت الهدوم شويه. اليومين اللي فاتوا دول كان في لسعه حر شويه، فممكن اكون خففت شويه الهدوم بتاعتي، فممكن تكون دي حاجه من الحاجات. طبعا انا كان عندي الشوزات دي عزكم الله، ادخلها بقى الجزامه مكانها وبظبط كده مكانها وكله تمام. بصوا، ممكن الشراب يعني بنتي تلبسه مره يعني، او تخرج بيه خروجه مثلا ساعه وترجع، فبعلقه لها كده على الجزامه من جوه، فيها خروم الجزامه، على خرم من خروم الجزامه من جوه. منها ان هو يتهوى، ومنها ان هي ممكن تلبسه مره كمان. تمام، يعني هي مره كمان وايه، وخلاص كده بيتحط بقى ايه في سبت الغسيل عشان يتغسل. كنست انا الجزء اللي جوه من الصاله، ففاضل الجزء ده كنسته كمان. الحته اللي محطوطه هناك على الكرسي الصغير، الباف الصغير ده اللي جنب باب الشقه، دي حته الاكل اللي احنا بناكل عليها، كنت عايزه انفضها، اطلع دلوقتي انفضها من الشباك وتبقى جاهزه يعني ومتطبقه وتمام. زي ما قلت لكم كده، الحمد لله انا كده خلصت. وكان عندي زي ما قلت لكم بواقي اكل، كان عندي قلقاس اهو، وعملت جنبه بانيه وسلطه خضراء ورز، وكده الحمد لله بقيت تمام واتعشت. وكده اكون وصلت معاكم لنهايه الروتين الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اتمنى لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا تدعميني بلايك، اكون شاكره جدا ليكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي يا حبايبي.